عدد القتلى من الجيش الإسرائيلي في وقت تسجيل الفيديو ده يتخطى 1000 قتيل و2500 تقريبا جرحى، فوق 300 أسير. النهاردة الفيديو بتاعي عن التضليل اللي بيحصل، سواء تضليل داخلي أو خارجي، سواء تضليل من إعلام غربي أو من إعلام عربي أو من ناس مشاهير أو يدعوا الشهرة أو يدعوا التأثير. فدي فكرة فيديو النهاردة، المعلومات المغلوطة عن قضية فلسطين. وأتمنى يعني إن أي حد يشوف الفيديو ده، أي معلومة تسمعها بعد كده على أي منصة، سواء بتتابع الحاجات دي من يوتيوب أو من التلفزيون أو من تيك توك، أخبار سريعة كده أو أيا يكن، لازم تتأكد منها من مصادر موثوقة، وتتأكد منها من أكتر من مصدر، مش من مصدر واحد وتقولي ده موثوق وخلاص. بس دلوقتي نقدر نبدأ الفيديو، يلا بينا. تم تحرير فلسطين. عارفين ده معناه ايه؟ معناه ان الاقصى اتحررت، وان هم خلوا الجيش التاني يعني بيزحف على الارض. انتوا متخيلين؟ لا لا لا، على الصبح كده الاخبار جميله كده على الصبح. قول لي في الكومنتات انتوا مبسوطين قد ايه، او مين اللي لسه ما يعرفش الخبر. يعني نصر اكتوبر 6 اكتوبر وفلسطين 7 اكتوبر، وبعدين ثانيه معناها ايه؟ صح؟ جميل قوي. تم تحرير فلسطين اللي هي حتى الآن لسه بتكافح وبيموت منها شهداء لحد اللحظة اللي أنا بكلمك فيها دي. أنا مش عارف أنت جبت منين معلومة تم تحرير فلسطين، والفيديو ده نازل أساسا في بداية اليوم، بداية 7 أكتوبر. فأنا مش فاهم يعني أنت كنت جبت منين تم تحرير فلسطين، وإن هم دخلوا القدس ومش عارف الجيش التاني كان بيزحف. ما كانوش لسه لحقوا يزحفوا، هم دلوقتي حاليا بيزحفوا، بس لسه الحرب ما خلصتش عشان تهلل بالانتصار وتقول هل يا ترى ده بقى من علامات الساعة الكبرى، وهخش بقى في حاجات تانية. يعني بص، خلينا نفرح بفلسطين الأول، يعني خلينا نفرح بفلسطين إن شاء الله ربنا ينصرهم يا رب. بعدين بقى نبقى يعني ايه نروح، يعني انت خليك انت ايه يعني تحفظ من دلوقتي، يعني صلي ومصلي دلوقتي بعد ما تشوف الفيديو ده ومصلي، او ممكن يعني وقف الفيديو دلوقتي ولو انت ما صليتش صلي، اقرا قرآن، تثقف. بعدين يبقى ايه يعني يعني لسه في بداية اليوم وانت بتعتبره نصر، يعني ما كانش لسه لحقوا يموت منهم 100 وانت تعتبره نصر وتفرح الناس فرحة كدابة. مع ان في ناس يعني حتى الآن من إخواننا في فلسطين بيموتوا وبيبقوا جرحى برضو، حتى لو كان العدد أقل بس هم برضو بيموتوا وبيبقوا جرحى. فندعي لشهدائنا بالرحمة، وندعي للجرحى بالشفاء. ربنا يا رب ينصر فلسطين وأهل فلسطين على المحتل اللي داخله في مش عارف كام سنة، والله داخله في كتير، داخله من قبل ما أنا وأنت والفلسطينيين اللي موجودين دلوقتي يتولوا. هل تم تحرير فلسطين فعلا؟ بص، هو حرب قامت تمام، وناس كتير بيقول لك ان تحرير فلسطين من علامات الساعه الكبرى، من علامات الساعه الصغرى. هي من علامات الساعه الكبرى؟ لا طبعا مش من علامات الساعه الكبرى. امال ايه يا احمد؟ بص، في مواجهه بين المسلمين واليهود، دي من علامات الساعه الكبرى، بس ربنا ما حددش موعدها او مكانها. فده الكلام الصح، يعني عشان بس تكونوا واعيين وفاهمين انتوا بتقولوا ايه. يعني هو من علامات الساعه الكبرى فعلا ان اليهود هيبقى في معركه بين اليهود والمسلمين، بس امتى وفين الله اعلم. أنا من رأيي إن إنسان السمكة في حتة دي من علامات الساعة الكبرى ولا مش من علامات الساعة الكبرى. أنا معاه إن هي مش من علامات الساعة الكبرى، بس يعني برضو يعني انتوا سايبين فلسطين اللي الناس قاعده بتدب في بعضها هناك ومش عارف ايه وبتاع، جايين بتتكلموا هي دي علامات ساعه كبرى ولا لا؟
يعني أنا بالنسبه لي الموضوع لا يستحق بصراحه يعني التكبير ده كله، بس كده كده كلنا هنموت يعني، فاهم الفكره؟ ما فرقتش بقى يعني، كده كده احنا عارفين ان في نهايه يعني. سواء في انت مسيح المفروض تبقى دجال مستعد. ولا هنموت عادي، بس كده كده هنموت يعني، انت فاهم الفكره؟ اه، ما انت كده كده المفروض تبقى مستعد. هو حتى لو على كلامهم فممكن الكلام ده يكون بكره، ممكن يكون الكلام ده يكون بيحصل دلوقتي اساسا، وعلى ما خلاص الايام قامت وانا قاعد بكلمك دلوقتي ما نشوفش شمس ويحصل بقى والفيديو ده ما نلاقي ينزلش، المسيح ودي حاجه انا هزعل عليها مثلا جدا. بعد كل التعب المونتاج ده. انا قاعد بمنتج، وما محدش نوصل عارف انا بمنتج بقالي قد ايه يا جدعان، والله انا بمنتج بقالي بتاع 4 ساعات ولا حاجه. وما نوصلش ل 1000 مشترك. ما وصلش ل 1000 دي تبقى مشترك. مشكله متخيل اكبر. ان انا اموت قبل ما اوصل 1000 مشترك يا اسطى؟ احط اشتراك يا اسطى، صباح الفل يعني. مش كده يعني. بس وقفت احترام وتقدير من قناة مكافة نتورك وكل المشاركين فيها لاخواننا في فلسطين. ونبعت لهم كل الدعم. بصراحة يعني عملتوا شغل فوق الرائع يا رجالة بصراحة يعني. احنا شفنا مناظر احنا ما شفناهاش من ساعة ما اتولدنا. قصة اسرائيل. قصة اسرائيل. بس كده. انا مش محتاج اقول نهاية، هي قصة اسرائيل.